اهلا بيكم معايا وصحتك في اكلتك، دكتوره نوره الصاوي والكيك بوبس. كل سنه وانتم طيبين، يا رب 2019 تكون سنه سعيده عليكم وتحققوا فيها كل اللي انتوا عايزينه. حبيت النهارده اودع معاكم 2018 ونستقبل 2019 بالكيك بوبس. كيك بوبس كلنا بنحبها، الكبار والصغيرين. حبيت النهارده نعملها نفرح بيها الولاد يوم راس السنه ونفرح معاهم. اول حاجه عشان نعمل كيك بوبس لازم نعمل كيكه. احنا هنعمل دلوقتي الكيكه الدسمه العاديه جدا بتاعت كل بيت. المقادير بتاعتها ايه؟ 3 كوبايات دقيق، كوبايتين سكر بودره، وكوبايتين لبن، و5 بيضات، وكيس بيكنج باودر، وكيسين فانيليا، ونص كوبايه زبده، ونص كوبايه زيت. اول حاجه هنعملها عشان نعمل الكيكه بتاعتنا هنعمل ايه؟ هنحط البيض بتاعنا في الخلاط 5 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وهنحط عليه سكر البودره، هنحط عليه كيسين الفانيليا بتاعتنا، نقفل الخلاط ونشتغل. كده ضربنا البيض حوالي دقيقتين. هنعمل ايه بقى؟ هنحط بقية المكونات بتاعتنا، الزيت، هنحط اللبن، وهنحط الزبدة بتاعتنا، وهنقفل ونضرب تاني. ادي الخليط بتاعنا بعد ما اتضرب كله مع بعضه، الزبدة دابت والسكر كله امتزج مع بعضه. هنحطه كده. هنجيب الدقيق بتاعنا ونحط عليه كيس البيكنج باودر ونقلبه، وبعد كده ننزل شوية بشوية على الخليط اللي احنا عملناه ونقلب شوية بشوية عشان ما يكلكعش منك. ما ينفعش تحطي الخليط هو اللي على الدقيق، لا الدقيق هو اللي على الخليط. كده عجينة الكيك بتاعتنا جاهزة. عايزة اقول لكم بس اي كوباية انا بقولها في المعيار بتبقى الكوباية 250 مللي اللي هي كوباية المية العادية. هنا انا جبت صينية ودهنتها زيت شوية صغيرين، ما تكتريش عن شوية صغيرين عشان ما يعملش عازل في سوى الكيكة بتاعتك. وهنحط العجينة بتاعتنا، هندخل الصينيه بتاعتنا على فرن 180 درجه، لازم يكون سخن قبل كده. قبل ما تدخلي الصينيه هتقعد حوالي ساعه الا ربع، ما تفتحيش عليها قبل نص ساعه عشان ما تهبطش منك. اوكي؟ الكيكه بتاعتنا خرجت من الفرن، طلعتها وسبتها تبرد شويه. دلوقتي بقى هناخد منها اللي احنا عايزين نعمل بيه الكيك بوبس. مش شرط نعملها بيها كلها، انتي على حسب الكميه اللي انتي عايزاها. انا هاخد حته صغننه كده اهي. هنبدا نعمل ايه بقى في الكيكه بتاعتنا؟ هنفتفتها خالص كده بايدك، وتفتفتيها حتت صغيرة صغيرة صغيرة. تمام اهي كده. احنا كده خلاص فتفتنا الكيكة اهي. هنعجنها دلوقتي بالعسل الابيض. دلوقتي هنحط العسل الابيض بتاعنا اهو. على فكرة انتي ممكن تعجنيها باي حاجة، ممكن تعجنيها بمربى، ممكن تعجنيها بكريم شانتيه، بس طبعا انتوا عارفين ان انا لازم احط حاجة مفيدة في الاكلة، والعسل الابيض طبعا مفيد جدا للاطفال بالذات، فاحنا هنعجنها بالعسل الابيض. نعجن كده اهو. بصوا انتوا لو استخدمتوا الكيكه كلها اللي احنا عملناها اللي هي 3 كوبايات دقيق، ممكن تحتاجوا عسل ابيض قد ايه؟ حوالي ربع كيلو. اوكي؟ دلوقتي احنا هنكور العجينه اللي احنا عملناها بالكيكه بتاعتنا والعسل الابيض، تخلي الكور اللي انتي بتعمليها كلها قريبه من بعضها يعني في الحجم، عشان يبقى شكلها حلو في الاخر. اهي كده. بصي بتكوري ازاي كده. اتكورت. دلوقتي هنعمل الخطوه التانية. هنعمل ايه؟ هنجيب ستيك زي دي كده، تتجاب من عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلويات. هنعمل بيها ايه؟ هيبقى عندنا شوكولاته، انت حابه الشوكولاته اللي انت حابه تستخدميها. انا جبت دارك شوكليت وجبت وايت شوكليت. بتحطي الستيك كده ماشي، وتقومي جايه مدخلاها في الكوره اللي انت عملتيها بالمنظر ده، وتسيبيها. احنا بنعمل الحركه دي عشان الستيك يمسك فيه الكيكه.
طيب ما سالتيش بقى نفسك قبل كده ليه انا مزهقاكوا بالدارك شوكليت دي؟ كل شويه اقول لكم دارك شوكليت دارك شوكليت. برضو في الكب كيك قبل كده عملناه استخدمنا الدارك شوكليت. بقول لكم الدارك شوكليت عشان الدارك شوكليت مفيده. طب هي الدارك شوكليت مختلفه عن الشوكولاته الخام؟ طبعا دي حاجه ودي حاجه. الدارك شوكليت بتبقى 70% كاكاو او اكتر، لكن الشوكولاته الخام هي 30% كاكاو وسكر ولبن. طيب انتي قلت لنا ان الشوكولاته الغامقه دي مفيده. طب مفيده في ايه؟ الشوكولاته الغامقه ليها فوائد كتير جدا جدا. من ضمن الفوائد دي ان هي مهمه لصحه القلب ومرضى القلب بشكل عام. بتعمل ايه؟ بتساعد على تدفق الدم في الشرايين، فبالتالي بتقلل التجلط او بتقلل نسبة التجلط وتصلب الشرايين. دي حاجة. الحاجة التانية فيها الياف اسمها ايه؟ الياف ذائبة. الالياف الذائبة دي بتقلل نسبة الكوليسترول الضار اللي موجود في الدم. طيب في ايه تاني؟ كمان فيها بوتاسيوم وفيها مغنيسيوم. الاتنين دول مهمين جدا عشان تظبيط ضغط الدم، فعشان كده هي مهمة لصحة القلب ومرضى القلب بشكل عام. طيب كمان هي فيها نسبة عالية من الحديد، فعشان كده هي مهمة لمين؟ مهمة ليه اللي عندهم أنيميا، عشان خاطر هتساعدهم ان شاء الله ان الأنيميا بتاعتهم تروح. بس ده مش معناها ان احنا ناكلها بكميات عالية، احنا بناكلها بدل الشوكولاتة التانية، يعني بناكلها بكميات صغيرة. بعد ما حطينا الستيك في الكيكه بتاعتنا هنحطها في التلاجة نص ساعه، وهنسيبها عشان الستيك والشوكليت تمسك الستيك بالكيكه، وكمان الكيكه تمسك عشان ما تفكش مننا واحنا بنزينها. بعد كده هنبدا نزينها ازاي؟ هنمسكها واحده واحده كده. هنزين واحده بالدارك شوكليت الاول. بصي تعملي كده، بتلفيها بالراحه في الدارك شوكليت بتاعتك، وتقومي ايه؟ منزله الزياده اللي موجوده على الكيكه، تخبطي خفيف بس كده، تستني لغايه ما تنزل خالص اهي. طب انتي ازاي هتسيحي الشوكولاته دي اذا كانت الوايت ولا الدارك؟ هتجيبي بوله، ممكن بوله زي دي كده، هتحطي فيها شوكولاته تكسريها وتحطيها. لو 200 جرام شوكولاته مثلا هتحطي عليها 3 معالق زيت، وبعدين تحطيها على زي مثلا بولة تانية موجودة على النار فيها شوية مية بتغلي. سيب المية تغلي بعيد عن الشوكولاتة. اول ما تغلي توطي عليها وتحطي البولة اللي انت حاطة فيها الشوكولاتة، وتقعدي تقلبي فيها لغاية ما تسيح. هتسيح معاكي وتبقى زي الفل زي ما انا عاملاها كده بالظبط. خلاص كده الشوكولاتة الزيادة نزلت. نجيب بقى مثلا سبرينكلز كده ونزينها بقى بالمنظر ده اهو. زينيها زي ما انت عايزة. بس انا مش عايزاكم تستصعبوها، هي سهلة. لو حد بيحب حاجات زي كده هيعملها وهو حابب. انا ببقى حابة جدا وانا واقفة في المطبخ بعملها. الشوكولاتة وهي طرية السبرينكلز دي هتمسك فيها. هنعمل ايه؟ اي قطعة فلين عندك في البيت بتجيبيها وتمسكي الستيك بتاعتك كده وتخرمي في الفلين وتحطيها. انا خلصت الكيك بوبس بتاعتي ومستنياكي تعمليها وتجربيها وتفرحي ولادك ان شاء الله في راس السنة. يا رب تكون عجبتكم، بالهنا والشفا على صحتكم يا رب. وما تنسوش تعملوا لقناتنا على اليوتيوب سبسكريبشن عشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.